وبتطلع هي أندي وكانت فرحانة إنها رجعت وشافت نايجل، بس ميراندا ما كانتش فاكراها أصلا، ونايجل بدأ يفكرها بيها إنها المساعدة بتاعتها من 20 سنة مع إيميلي، بس برضو ما عرفتهاش ولا افتكرت إيميلي. وأندي قالت إن إيرف عينها امبارح عشان تطلعهم من الفضيحة دي. من هنا بتبدأ قصتنا. فات 20 سنة على أحداث الجزء الأول، ولو عايز تسمعه هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف. أندي دلوقتي بقت صحفية تقيلة ومترشحة لجائزة كبيرة ومهمة جدا بسبب نجاحها، وهي كانت فرحانة قوي، لكن وهم في الحفلة فجأة موبايلات كل اللي قاعدين حواليها رنت في نفس الوقت، ولما شافوا الخبر اللي جاي لهم في الرسائل ملامح وشوشهم كلهم اتغيرت. وفي اللحظة دي بيعلنوا فوزها بالجائزة، وبتطلع على المسرح وبتقول إنها كانت فرحانة من شوية، بس لسه جاي لها رسالة إنها هي وكل زمايلها دول اترفدوا من الشغل لأن في حيتان كبيرة اشتروا الشركة، وكده كلهم بقوا في الشارع. وبالليل وهي قاعدة مع صاحبتها ليلي بتقول لها إن وضعها أحسن شوية من زمايلها، ده كلهم هيعانوا. وليلي بتقول لها إنها أكيد هتلاقي حل قريب لأنها شاطرة وذكية. وفي الوقت ده بتكون أوماري في حفلة وبتقول لنايجل إن في خبر وحش هيتنشر عن ميراندا، وقدامهم يومين وتكون الفضيحة اتنشرت. ونايجل بيقول لها طالما الخبر لسه ما اتنشرش يبقى بعد ما الحفلة تخلص نبقى نقول لميراندا على المصيبة دي. وبعد ما كل النجوم المشاهير وصلوا للسجادة الحمراء وصلت ميراندا وهي بتتصور، نايجل شاف إن الفضيحة اتنشرت خلاص وبقت ترند، وكانت لسه هي هتتكلم مع الصحافة. نايجل شدها وبدأ يقول لها إن في خبر اتنشر عنك وهو خبر زي الزفت ومطلعينك انت اللي غلطانة، والمدير التنفيذي مش هيكون مبسوط خالص لأن البيزنس أصلا كان واقع ودلوقتي هينزل للقاع خالص. ولما ميراندا بتروح البيت بتتكلم مع شريكها ستيوارت وبتقول له إن في شركة جديدة متخصصة في الموضة ضحكت عليهم وخلتهم يروجوا ليهم، وبعدها اكتشفوا إن الشركة دي غير أخلاقية تماما والعمال اللي شغالين فيها في ظروف زي الزفت، ودلوقتي الكل بيلومها إنها روجت ليهم وما عملتش واجبها في التأكد من خلفيتهم. وفجأة جالها تليفون من إيرف اللي هو المدير التنفيذي، وكان شايط وغضبان جدا وبيقول انه بيجيله تهديدات بالقتل، وابنه جاي بيوريه الهيصه اللي على السوشيال ميديا. فميراندا بتاكد له انها هتصلح الموضوع ده، بس هو بيطلب منها انها تبعد خالص وهو هيتصرف. وهو بيفكر يعمل ايه، جاي بيوريه فيديو لاندي بقى منتشر جدا وترند، ومن هنا جات له الفكره. واندي في البيت بتشوف حمله الهجوم على ميراندا اونلاين وهي داخله تنام. جالها تليفون من إيرف وبيقول لها انه شاف الفيديو بتاعها وانه باين عليها محتاجه شغل، وراحت تقابل صحابها وقالت لهم ان جالها عرض شغل في مجله رانواي كمحرره تقارير، وقالت ان إيرف وعدها بمنصب احسن وممكن بعدين تعينهم معاها، فكلهم شجعوها توافق. وواحده من صحابها قالت لها انها ممكن تكتب كتاب عن ميراندا وتكون فيها فضايحها وهتبيع كتير قوي، بس أندي رفضت. والصبح ميراندا بتوري نايجل ان إيرف باعت حد وما كانوش عارفين هو بيفكر في ايه، بس ما كانش قدامهم حل تاني. وأوماري بتقول إن في واحدة وصلت وبتطلع هي أندي، وكانت فرحانة إنها رجعت وشافت نايجل، بس ميراندا ما كانتش فاكراها أصلا. ونايجل بدأ يفكرها بيها إنها المساعدة بتاعتها من 20 سنة مع إيميلي، بس برضو ما عرفتهاش ولا افتكرت إيميلي. وأندي قالت إن إيرف عينها امبارح عشان تطلعهم من الفضيحة دي. قامت ميراندا طلبت من أوماري تكلم البنت اللي كانوا لسه معينينها النهاردة بدل أندي، ورفضتها وقالت لأندي انت كده اخدتي مكان البنت اللي اترفضت دي عشان تحسسها بالذنب يعني. وبعدها ركبوا العربية وأندي كانت معاهم وبتقول لهم لازم نناقش الخطة اللي هنمشي عليها. فميراندا قالت لها احنا رايحين مشوار مهم جدا ويا رب تعيينك وخبرتك دي يكون ليهم فايدة. وقالت ان اول حاجة لازم يعملوها هي انهم يرضوا معلن مهم جدا وهو شركة ديور، ودول بيمثلوا 16% من ارباح المجلة. وديور كانت ناوية تطلب خدمات كتير بعد اللي حصل، وراحوا ديور والمفاجأة ان المدير التنفيذي هناك كانت إيميلي. لما شافتهم اتصدمت جدا لما لقيتهم كلهم مع بعض، وميراندا برضو لسه مش فاكرة إيميلي ولا أندي ولا إنهم كانوا المساعدين بتوعها. قعدوا عملوا اجتماع وأندي عرفت نفسها كمحررة جديدة، وإيميلي ما كانتش مصدقة نفسها في الأول وقالت لها إن باين عليكي بقيتي واثقة في نفسك أكتر، بس لسه حواجبك ملخبطة زي ما هي. وبعدين دخلت في الكلام في الشغل وقالت ان رانواي غلطت غلطة كبيرة وديور ممكن تسحب اعلاناتها. فميراندا شافت ان دي مشكلة بسيطة، بس إيميلي ما كانتش شايفة كده، وبدأت إيميلي تطلب 3 صفحات اعلانية مجانية وتقرير كامل عن افتتاح فرعهم الجديد فيه 5 صفحات. نايجل حاول يفاصل شوية معاها بس إيميلي كانت هي اللي ماسكة اللعبة واضطروا يوافقوا على كلامها وخرجوا من المكتب. وأندي كانت مصدومة ان ميراندا القوية المفترية استسلمت وما دفعتش عن نفسها، ولما سألتها قالت لها ان من غير المعلنين احنا مش هنبقى موجودين. وأندي حاولت تجادل بس ميراندا قالت لها انت ما تعرفيش حاجة وانت تعينتي غصب عني ومصيرك هيكون الفشل، وسابتها ومشيت وطلبت منها تروح بالمترو.
وتاني يوم أندي راحت المكتب وقابلت المساعد التاني تشارلي وقعدت تدردش معاه، بس أماري جت وقطعت كلامهم. وأندي قالت إن عندها اجتماع مع ميراندا، بس أماري قالت لها إنها هتشوفها بعدين وودتها لمكتبها الجديد. وأندي حكت لها إنها كانت بتعمل شغلها ده زمان وراحت باريس ولبست براندات كتير، بس وزعتهم كلهم بعدين يعني. ولما وصلت للمكتب اللي ميراندا خصصته لها كان عبارة عن أوضة كئيبة ومليانة ورق. وبعدين وهي شغالة نايجل جه ومعاه شغل ليها وعزمها على الغدا. وهما بيتكلموا نايجل كشف لها ان ران واي ما بقتش مجلة تقريبا، الناس ما بقتش تشتري نسخ ورقية وكله بقى ديجيتال، والميزانية قلت خالص وده أثر على جودة المحتوى. وأندي قالت انها مستغربة ان ميراندا بقت خاضعة كده، فنايجل قال لها انها بتسمع كلام إيرف لانه قال لها انه هيرقيها وهتبقى المسؤولة العالمية عن المحتوى، واي غلطة تاني هتبوظ فرصتها دي، فبتنفذ كل اللي إيرف عايزه. وبعدها نزلوا من الأسانسير وقابلت المساعدة الجديدة بتاعتها جين، وجين قالت لها على المؤهلات بتاعتها وإنها ممكن تقابل ناس تانية لو عايزة. بس أندي كانت مبسوطة بيها وفجأة استغربت لما شافت ميراندا بتعلق البالتو بتاعها بنفسها. فجين قالت لها إن حصل شكاوي في الموارد البشرية إنها بترمي الهدوم على المساعدين، فطلبوا منها تبطل تعمل كده. وأندي كانت شغالة على مقال اعتذار لازم ينزل بسرعة وسلمته لتشارلي. وتاني يوم المقال نزل وجاي ورا إيرف وإن المقال بقى ترند والناس رد فعلها إيجابي جدا. وأندي راحت المكتب وهي مبسوطة وعمالة بتحوم وتلف حوالين مكتب ميراندا مستنية كلمة شكر أو تقدير، بس ميراندا كانت مطنشاها تماما. وأندي عرفت من تشارلي إن في موضوع عن المليارديرات بنجي وساشا، وبعد انفصالهم ساشا ورثت فلوس كتير واختفت تماما. وميراندا كان نفسها جدا تعمل معاها حوار بس ما كانتش عارفة توصل لها. والفريق كان في اجتماع وميراندا ما كانتش راضية عن أي حاجة وبتقطم فيهم، وأماري كانت كل شوية بتحاول تسكتها عشان ما تغلطش وتتحول التحقيق تاني. وأندي دخلت في الكلام وقالت إن مقالها جاب نتيجة كويسة، بس ميراندا ردت عليها بكل برود وهزقتها وقالت لها إن الناس شافت المقال بس محدش لسه قرأ المجلة نفسها، ومهمتها إنها تخلي الناس ترجع تقرأ المجلة، وطالما لسه ما عملتش كده يبقى تحط لسانها في بقها وما تقطعش تاني في الاجتماع. وبعدين أندي اشتكت لنايجل إن ميراندا حتى ما قدرتش شغلها ولا تعبها وإنها محتاجة رأيها عشان تطور نفسها. فنايجل وقفها وقال لها أنت بتدوري على مجاملة؟ اجيب لك مصاصة كمان؟ أنت أخدتي الشغل ده علشان كنتي محتاجاه وواجبك إنك تأدي الدور اللي عليكي، ومش المفروض تستني طبطبة علشان بتعملي شغلك وبس. والأيام اللي بعدها أندي قضتها شغل ليل ونهار، وإيميلي كانت في الفرع الجديد بتشوف الشغل. فأندي راحت لها وقالت لها إنها شغالة على مشروع ديور وعايزة تكتب عن دور إيميلي فيه. فإيميلي فرحت وخدت أندي في جولة، وأندي وقفتها وقالت لها إنها بجد فرحانة بنجاحها وعايزة تطمن عليها. وإيميلي حكت لها إنها اتطلقت وعندها طفلين. وأندي حكت لها إنها سابت نيويورك وبدأت تلف العالم 15 سنة قبل ما ترجع. وإيميلي قالت لها إنها سابت المجلة لأن سوق الرفاهية هو الوحيد اللي لسه بيكسب، أما المجلات والورق فخلاص بينتهوا. وقالت لأندي بصراحة إنها عمرها ما قرت حاجة أندي كتبتها. وميراندا كانت في مكالمة مع إيرف وكان متعصب إن مقالات أندي ما سمعتش، ونايجل سألها عن الترقية بس قالت له إن إيرف مبقاش مهتم بالموضوع خالص. وأندي في مكتبها كانت بتحاول تفكر الناس عايزة تقرأ إيه، وفجأة ميراندا دخلت عليها وقالت لها إن مقالاتها محققتش أي نجاح، وقالت لها أنت ما عندكيش وقت علشان تثبتي نفسك قبل ما تمشي. فأندي بسبب توترها كذبت وقالت إنها بتعمل ملف عن ساشا، وميراندا استغربت لأنها ما ظهرتش في الإعلام من 3 سنين. فأندي قالت لها إنها لقت طريقة وهتجيب الحوار في أسرع وقت ممكن. وبعدين حكت لصاحبتها إنها ورطت نفسها وكذبت وإن مفيش أي وسيلة تواصل مع ساشا. وفجأة شافت صورة لساشا ووراها لوحة فنية، فكلمت ليلي وطلعت ليلي تعرف تاجر اللوحات اللي باع اللوحة دي. وأندي بذلت مجهود جبار علشان تجيب رقمها وقعدت تبعت لها رسائل كتير علشان تطلب تقابلها. وفي يوم أندي كانت مع ليلي بيدوروا على شقة جديدة وراحوا يشوفوا شقة فاخرة بما إن مرتبها بقى الضعف. ودخلت أوضة لقت راجل قاعد قال لها إنه عجباه الشقة، وهي قالت له إن المبنى ده قديم وإنها بتكره إن المباني الجديدة بتضيع روح الأماكن القديمة. فالراجل عرفها بنفسه إن اسمه بيتر وهو صاحب المبنى، فاعتذرت له بس هو ضحك وقال إنه فاهم وجهة نظرها. وقعدوا يهزروا بس جالها رسالة مهمة وجريت فورا. وأندي جريت على المكتب وقالت لميراندا إن ساشا وافقت، وراحوا القصر بتاعها وعملوا الحوار. وساشا قالت إنها كانت مركزة على نفسها وناوية توزع ممتلكاتها. وميراندا سألتها ليه وافقت دلوقتي إنها تعمل المقابلة، فقالت لها علشان المقالات الجديدة اللي في رانواي لمستها.
وقالت ليهم سر إنها لسه مخطوبة وعايزة رانواي هي اللي تنشر الخبر ده وتكون أول حد. فأندي كانت خايفة ميراندا ما تحبش الشغل ده، بس ميراندا عجبها جدا وأندي كانت طايرة من الفرحة. وتاني يوم أندي راحت تمضي عقد الشقة وقابلت بيتر وعزمها على ديت وهي وافقت. وفي الخروجة بيتر قال إنه قرأ مقالاتها وعجبته جدا، وهي انبهرت لأن مفيش راجل قبل كده اهتم إنه يقرأ شغلها، وقالت له إنها واخدة رانواي مجرد محطة علشان ترجع للصحافة الحقيقية. وقالت له إنه جالها عرض تكتب كتاب عن شخصية مشهورة، بس الناشرين عايزين فضايح وهي عايزة تكتب حاجة حقيقية. والصبح كلمت صاحبتها وقالت لها إنها بتفكر في موضوع الكتاب وهتبعت كام صفحة للناشر، وصاحبتها وعدتها بأحسن عقد. وأماري قالت لأندي إن ميراندا عزمها في بيتها يوم السبت بطلب خاص من إيرف، وراحت لنايجل علشان يساعدها في اللبس وخدها المخزن ونقلها كذا حاجة، وقال لها الميزانية ضيقة ولازم ترجعيهم يوم الاثنين ومن غير أي بقعة. وأندي شافت فستان عجبها جدا وصممت تلبسه، ونايجل وافق بشرط ان الفستان ده يرجع سليم. وراحت بيت ميراندا وستيوارت تستقبلها وقابلت شخصيات مهمة. وهما بيتغدوا شافت ميراندا بتتكلم مع إيرف وبالغلط وقع صوص على فستانها، فراحت المطبخ علشان تنضفه. وميراندا راحت لها وشكرتها انها جت وقالت لها انها اتكلمت مع إيرف وهيعلن في حفلة عيد ميلاده ال75 ان ميراندا هي المسؤولة العالمية وهيزود ميزانية المجلة. وميراندا قالت لأندي إنها كانت عارفة إنها هتوصل لحاجة كبيرة. وأندي نقلت بعد كده للشقة الجديدة وراحت الحفلة مع بيتر، والحفلة كانت مليانة مشاهير. وبيتر سابها وراح يكلم هيو جاكمان، وهي شافت بنجي هناك ومعاه إيميلي. ونايجل قال لها إنهم مرتبطين بقالهم فترة بس هي مجرد برواز جنبه. وشافت ميراندا مع ستيوارت واستغربت ازاي نايجل لسه معاها بعد كل اللي عملته فيه زمان لما خدت المنصب اللي كان المفروض هو يروح له واديته لواحدة تانية. ونايجل قال انها عملت كده كتير بس هو اختار يفضل جنبها. واندي قالت له لو عايز صوتك يتسمع لازم تقول لها انت عايز ايه. وايميلي عرفتهم على بنجي اللي قال انه شاف المقال اللي اندي كتبته عن ايميلي وما قراهوش، بس الصور كانت حلوه. فجاه سمعوا صوت كاس بيقع على الارض. إيرف وقع ومات بأزمة قلبية فورا. وفي الجنازة جاي قابل ميراندا وقال لها انه بيحب المجلة ومتحمس يشتغل معاها. وإيميلي كان بترمي كلام زي السم على ميراندا، وأندي كانت قلقانة ان جاي هيعمل ايه. ونايجل قال لها الموضوع هيسوء اكتر، وأندي قالت انهم مش هيقدروا يديروا الشركة من غير خبرتهم. وفي اجتماع نايجل كان بيعرض فكرة حفلة في إيطاليا، عرض أزياء وموسيقى، وميراندا هتقول فيه خطابها الشهير. والأعضاء كانوا خايفين من جاي، بس ميراندا حولت الكلام للشغل وقالت إن المودلز وزنهم زايد وإن الصور مش عاجباها. وأماري كان بتحاول تسكتها علشان ما تغلطش تاني. وجاي دخل المكتب وطلب يقابل ميراندا، وده صدمها لأنها عمرها ما راحت الكافيتيريا بتاعت الموظفين. وميراندا راحت الكافيتيريا دي والكل كان مذهول. وجاي عرفها على فريقه الجديد وقال لهم إنهم هيقصوا المصاريف عشان الأمور تمشي. وجين اللي هي المساعدة بتاعت أندي كانت عندها فكرة وسجلت الحوار من تحت كرسي ميراندا. وأندي عرفت إن في تسريحات كتير بمعنى إنهم هيمشوا موظفين وهيقللوا المصاريف. وميراندا وافقت ببرود وراحت قالت لنايجل بس ما لقيتش منه رد فعل. فأندي حكت لبيتر وهي متعصبة، فقال لها إن التغيير لابد منه. واختلفوا مع بعض وطلبت منه إنه يمشي. وقفت قدام بيت ميراندا ودخلت قالت لها إنها مش لازم تسيب جاي يدمر المجلة ويمشي الناس، بس ميراندا طردتها وقالت لها ده ما يخصكيش. وأندي قررت أخيرا إنها تكتب الكتاب عن ميراندا. وفي الاجتماع نايجل بلغهم بقرارات تقليل المصاريف، مفيش عربيات خاصة، كلكم اركبوا أوبر، ومفيش سفر درجة أولى. وميراندا ركبت الطيارة لأول مرة في الدرجة الاقتصادية الزحمة. وأماري طلبت خمرة والمضيفة قالت لها مفيش هنا. ووصلوا إيطاليا وأندي شافت إيميلي وكانت مع بنجي في محل مجوهرات بيشتري لها عقد غالي واتضايقت وراحت لإيميلي أوضتها وقالت لها في موضوع مهم لازم نتكلم فيه. وتاني يوم الفجر أندي قابلت نايجل وقالت له إنها رايحة تتمشى، بس ركبت عربية إيميلي وراحوا لبنجي في فيلته. وجاي كان هناك برضه وميراندا كانت مراقباهم. وبعدها ميراندا كلمت أندي عن لوحة العشاء الأخير وقالت إن البشر طبيعتهم الخيانة. وأندي فهمت إن ميراندا عرفت فجريت لإيميلي وقالت لها وراحوا لميراندا. وأندي قالت لها إن جاي هيدمر المجلة وإنه كان بيدور على حد يشتريها. وإيميلي قالت إن بنجي مستعد يشتريها وفعلا قدم عرض لجاي. وأندي قالت كده هنحمي المجلة وهتفضلي أنتي المديرة. وميراندا قالت ما كنتش أتخيل إن الخيانة تيجي منك. وأندي افتكرت الكلام ليها بس ميراندا كانت تقصد إيميلي. وإيميلي كشفت إن بنجي هيشتري المجلة عشانها هي، وإيميلي تبقى هي رئيسة التحرير الجديدة. وأندي اتصدمت وإيميلي واجهت ميراندا إنها هي اللي وقفت في طريق نجاحها زمان. وميراندا قالت لها أنت ما عندكيش رؤية ولا موهبة تديري مجلة.
وإيميلي مشيت وقالت لها المحامين هيبقوا يكلموكم، وأندي حاولت تعتذر بس ميراندا مشيتها، وجالها تليفون إن الناشر هيدفع 350 ألف دولار للكتاب، بس أندي رفضت علشان ميراندا. وفي العشاء ميراندا واجهت بنجي وقال لها ان إيميلي عندها خطط كتير بس الدنيا بتتغير، وميراندا خرجت بره حزينة وستيوارت واساها وقال لها عندك بناتك وتاريخك. وتاني يوم ميراندا خبطت على أندي وقالت لها يلا على الشغل، وفضلوا يلفوا على عروض الأزياء، وأندي جابت لها مقابلة مع ليدي جاجا، ونايجل كان هدد جاجا انها مش هتنزل على الغلاف لو ما غنتش في الحفلة. وأندي لقت الشخص اللي بتدور عليه وقالت لميراندا لازم نمشي فورا علشان نمضي العقد، وميراندا كان لازم تلقي الخطاب بتاعها، بس أندي قالت لها في حد غيرك يقدر يعمل كده. وميراندا راحت لنايجل واعتذرت له انها كانت واخداه كأنه مضمون يعني، وطلبت منه ان هو يلقي الخطاب بدلها لانه هو الوحيد اللي يمثل المجلة بعدها. ونايجل وافق. وتاني يوم إيميلي وبنجي وجاي بيخططوا للاستحواذ، بس جاي جاله تليفون وقال لهم انه باع المجلة لحد تاني دفع اكتر. وميراندا واندي راحوا يقابلوا الملك الجديد، وطلع ساشا قالت لميراندا المجلة ملكك وديريها زي ما انت عايزة. وهم راجعين ميراندا شكرت أندي وطلبت منها تكتب الكتاب، وقالت لها انها كانت عارفة بموضوع الكتاب، وبتقول لها اكتبي عني اني فظيعة علشان الكتاب يبيع كتير، والكتاب ده ممكن يساعدها تفضل على القمة شوية كمان. وأندي رفضت تخونها، بس ميراندا قالت لها انت عملتي كل ده علشان تنقذي نفسك مش عشاني. وفي النهاية أندي راحت لبيتر واعتذرت له واتصالحوا، وبعد فترة راحت قابلت إيميلي، وإيميلي قالت انها غلطت بسبب الحقد وان بنجي سابها، وهي دلوقتي شغالة في شركة تانية. وأندي قالت لها انها موهوبة وهي مش محتاجة حد، وقرروا يبقوا صحاب. وإيميلي اتريقت على حواجبها تاني وضحكوا. ونايجل قال لأندي إن هو اللي رشحها لإيرف من الأول لأنه عمره ما نسيها، وإن مكانها دايما كان هنا. وباركت لأوماري وتشارلي على الترقية، وسلمت ميراندا شغلها، وميراندا بصت لها وقالت لها يلا على شغلك. وكده الثلاثي بقوا هما اللي بيديروا رانواي مع بعض. دي النهاية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، وباي باي.